اسمع كده الفيديو ده معايا. لأن الحب في ذاته ما بيدومش، دي حقيقة لازم تتفهم. الحب في ذاته من طبيعته إن هو يشتعل وينطفئ ويفتر وينقلب إلى النقيض. ممكن يبقى عداوة، ممكن يبقى كراهية، في لحظة يبقى جريمة، ممكن كل ده يحصل من اشتعال عاطفي. صح. يبقى إذن دوام الحب مش سبب الحب، لا، تحوله إلى دوام الحب هي حاجة تانية، هي مجموعة من الإنسانيات. أنا بسميها الخير اللي في البني آدمين باختصار. صح. هل فيكي خير أو ما فيكيش خير؟ صح. فإذا ما كانش فيكي خير ما فيش فايدة. حبك ده بتاع كام ليلة وخلاص، وتبتدي الخناقات والضرب بالصورة القديمة كمان، وتبقى العيشة لا تطاق. ده كلام دكتور مصطفى محمود. طب فاكر الفيديو ده اللي عملناه من شهور؟ اسمع كده. والله مع أول خناقة ما بينكم هتلاقي الحب ده نط من الشباك، وهتشوف الردح والشتايم وقلة الأدب على أصولها. أكبر خدعة خدعونا بيها قال لك اتجوز اللي يحبك. خدعة كبيرة قوي قوي قوي. اوعى تبني علاقاتك مع أي حد بترتبط بيه على الحب. أصلا أنا حبيتها. مع الوقت لما عقلك ينضج واسأل الناس اللي اتجوزت هتعرف ان الحب مش اهم حاجة خالص خالص خالص، ولا الحب بيخلي العلاقة تتوطد اكتر واكتر. لا والله، العلاقات لا تبنى على الحب. الحب ده زي ما اتفقنا قبل كده، ده ما بيجيش غير بعد الزواج، وبيجي بعد الجواز بفترة كمان. ليه؟ لأن بيكون بقى حصل ما بيننا مشاكل، وحصل ما بيننا حوارات، وحصل ما بيننا حاجات كتيرة قوي 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 قوي، وعشنا مع بعض أيام صعبة، وتجاوزنا مع بعض أخلاق ظهرت مننا ممكن ما تكونش كويسة، صعبة. فبيجي بقى هنا الحب. لكن تيجي تقول لي حب قبل الجواز؟ مفيش حاجة اسمها حب قبل الجواز، ومفيش حاجة اسمها علاقة تتبني على حب. الحب كحب مش بيحل مشاكل، لأن ساعة المشاكل الصعبة قوي 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 واللي بتظهر ما بين الأزواج، المشاكل الصعبة قوي دي بتبين المعدن الحقيقي. فأول حاجة تلاقي الحب ده طلع يجري، واللي بيتبقى إيه بقى؟ المعدن الحقيقي بتاع البني آدم. فلو كان البني آدم محترم، مؤدب، عنده أخلاق، عنده ثقة، عمره ما هيتلفظ بألفاظ مش كويسة، عمره ما هيمد ايده على حضرتك، عمرها هي كبنت ما هتشتم بالألفاظ وتشتم بالأب والأم، وهسيب لك البيت وهجريك ورايا وهرفع عليك قضية وهطلع عينك وعين اللي خلفوك. بيعملش الكلام ده خالص خالص. فوحضرتك في فترة الخطوبة دوروا على الاحترام والثقة. هل الشخص ده بيحترمني ولا لا؟ هل بيثق فيا ولا لا؟ لأن دي الأعمدة الأساسية بتاعة العلاقات. احترام، ثقة، أمان. سيبك من الحب ده، هو كده كده جاي، لكن مش هو الأساس اللي أبني على أي علاقة. ما أقولش أصلا أنا بحبه، الحب ده هيطير. الحب ده عامل زي السبيرتو، مع أول خناقة بيطير، لكن بيبقى المعدن الحقيقي للبني آدم بعدها. وانت بقى في حياتك او في العلاقة اللي انت فيها دي، غوص مع الشخص اللي معاك في المعدن الحقيقي. محترم ولا لأ؟ ولا يوم ما نتخانق هلاقيه بيرفع في وشي سكينة، او هي بتسيب لي البيت وتمشي، او الاتنين بيتلفظوا بألفاظ صعبة لما بيحصل خناقة. لأن العلاقات ربنا خلقها على السكن والمودة والرحمة، ما قالش فيهم حب خالص. السكن انك تكون ساكن مع نفسك هادي، ومودة انك بتعامل نفسك احسن معاملة. المودة اعلى من الحب بكتير قوي. والرحمة انك ترحم نفسك، ما تجلدهاش ولا تحملها فوق طاقتها. دي ثوابت العلاقات، مش موجودة انت لوحدك كويس، انت لوحدك تمام، ما انتش محتاج لحد في حياتك. في النهاية اوعى تبني يا صديقي علاقتك على الحب. الحب بيطير والله. ابني على الثقة، ابني على الأمان، ابني على الاحترام، ابني على الأدب، ابني على الطمأنينة. الحاجات دي لو انت لقيتها او انت لقيتيها في اي شخص، خلاص ان شاء الله هتكمل العلاقة دي على خير.